يحكى أن ابن الزبير نجح في خداع وإقناع جيش المختار الثقفي، وكان عددهم 7,000 مقاتل مدججين بالسلاح بالتخلي عنه وتسليم السلاح مع ضمان سلامتهم والحفاظ على أرواحهم. وبعد أن عجز المختار عن إقناع أصحابه بأن تكلفة المواجهة والحفاظ على السلاح أقل وأشرف من تكلفة الاستسلام وتسليم السلاح، خرج المختار وحيدا فقاتل حتى لقي الله شهيدا عزيزا. وبعد أن تم سلب السلاح من 7,000 مقاتل، ذبحوا كالنعاج جميعا في أكبر مذبحة في التاريخ. للأسف تلك هي المعادلة التي تكررت قبلهم وبعدهم في من يفرط بسلاحه بحثا عن السلام من عدوه ويستسلم، يحكم على نفسه بالهلاك والقتل والخزي والعار والنار. دامت قبضاتكم على زند السلاح الموجه نحو العدو، لتكونوا بخير وسلام. دمتم في رعاية الله.